السلام عليكم. اليوم أعطيكم إن شاء الله عن قصة الأمير بخروش بن علاس الزهراني، أمير وشيخ من مشايخ زهران. كثير من تاريخ مثل هؤلاء الأشخاص ما كان مسجل لضعف الكتابة في ذاك الزمان، فاستنتج ولادته أن في 1170 في قرية العدية في قريش الحسن، وأصلا اسمها قريش الحسن، اسمها الحسن، ولكن أضيف عليها قريش هذه بسبب ابن حسن بن علي المداني من أهل الحسن، لما فتح أول مدرسة عندهم في مدرسة في قرية الحسن سمها يعني الفخذ الأكبر اللي هي قريش، سماها قريش الحسن، فالتقطت الأسماء هذا في التعليم وكل الدوائر الحكومية بعد جماعته. يعني هذا كل هذا برضو الإسناج، هو حكم جماعته فترة طويلة، قالوا يتصل إلى 21 سنة، وبعد ذلك يعني ولم يكن في عائلة أو شيء من هذا القبيل، وهذا يعني دلالة على نباهته وقوته وذكائه. وبعد ذلك تولى بعد ذلك لما أخذها وصار على زهران، بقي 12 سنة بعد ذلك يحكم يعني في هذه الجهة اللي هو فيها جهة الأطاولة، إلى حدود دوس إلى حدود كذا. هو كان شيخ لأحد الفخوذ في زهران، قبيلة بني عمر السرة. بني عمر السرة هذه المنطقة بعد ذلك في قلت لكم آخر 12 سنة، عن طريق في عهد الدولة السعودية الأولى، عن طريق عبد العزيز بن محمد، حرب شرس طويلة، استطاعوا في بعض المعارك ينتصروا ويأخذون بعض القيادات، وعن طريق هذه القيادات استطاعوا أن يعتقلوه في قرية. هذا القائد هذا والأمير، ورحل إلى تهامة إلى جوز بالعير جهة البحر طبعا، وكان معه الأمير طامي بن شعيب العسيري. وهم جالسين في الخيمة، هذه قصة نهايته في الخيمة وقتله. تأكد أنه سيقتلونه، قال ما في حل إلا أن فطامي قال له لو خرجنا سوينا شيء بيقتلونا، لا العدد ولا المكان ولا البعد ولا القيود هذه. فاستطاع بخروش أن يقوم على الحارس ويخنقه حتى مات، ويأخذ السيف ويهرب، فلحقوه في الطرق حتى أرجعوه بعد ذلك مقيد، فأحضروه إلى القائد العثماني. وهنا يروون قصة كنت سأذكرها لكم كما هي مسجلة في الكتاب. يحضره اليوم الثاني، يقولون أنه يعني كان أعور، وكان مفروش سجادة وهو جالس فوق زي العرش. فقال يذكرون في القصة أن بخروش تظاهر أن لديه نخامة، وفي حركة ماكرة استفزازية، يعني كأنه يشير للقائد أين ضعها مكان تراه يعني. فقام وبصق في وجه هذا القائد، فتمالك نفسه هذا القائد وسأل لماذا تفعل بجنود غزاة، وما دمت حيا سأفعل بكم يعني مثل هذا الفعل. فقال سأفعل أريك كيف أفعل فيكم. فيقولون أخذ أدخله ووضع في مكان، ثم أصبح يوخزونه بالسهام والرماح والسيوف، وهو يتأنن ويصيح يعني ويتألم، حتى كان أخذوا رأسه طبعا، وكانوا يضعونه فوق رقبة طامي لما ذهبوا به إلى مصر، ويعرضون رأس طامي، رأس ظهر طامي، وهو يلف به في شوارع مصر وكذلك القاهرة، وكذلك لما وصلوا اسطنبول نفس القضية. ثم قتلوا طامي ودفنوه. بعد ما مات هذا، من الذي تولى بعده؟ أتى ابنه، ثم قعد سنة، ثم أتى الابن الثاني. لا بعده حفيده جبران بن عايض، وبعد سنة طبعا مات وأخذها ابنه عيضة بن جبران. والنهاية أن عيضة تنازل بالأمارة في ذهبه إلى الطائف، وتنازل بها للملك عبد العزيز، وبهذا تكون انتهت هذه يعني هذه القبيلة وهذه العائلة العظيمة.